السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اقتراح ديال اليوم غادي يكون طاخط باللوز وبالعجين المكسر ولا بات فريزي اللي كيجي تبارك الله جد رائع. الطاخط هذه كتجي مقرمشه من برا وكتجي معلكه من الداخل وكيجي فيها واحد المذاق لا يقاوم. كتباع في المخابز الكبرى بالثمن جد باهظ. اليوم غادي نوجدها معكم بطريقه جد بسيطه وبمكونات جد اقتصاديه، فكنتمنى تنال اعجابكم. لاول مره كينضم القناه ما ينساش يفعل زر الجرس باش يوصلكم الجديد. ما تنسونيش من الضغط على زر الاعجاب باش الفيديوهات يتقترحوا اكثر. وعلى بركه الله. فواحد الاناء كندير 100 غرام ديال الزبده. ديروا اي نوع ديال الزبده عندكم، حنا ديما مع داكشي اللي كيكون متوفر في الدار. كنزيد عليهم 100 غرام ديال السكر كلاصي، واحد القبيصه ديال الملح باش كنقادو الذوق. عندي 250 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات ولا متعدد الاستعمال. كنرمم هاد المكونات كلهم على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. كنخدمهم مزيان. حاولوا هكا الزبده تجبدوها قبل من الثلاجه باش تسهل عليكم الخدمه. انا هنايا راه نسيت ما جبدتهاش قبل، كانت شويه قاصحه. خدمت المكونات مزيان حتى ولاو ليا على هذا الشكل هذا، ما بقاش هذيك الزبده كتبان كما كتشوفوا في الفيديو. مباشره هنايا كناخذ صفر بيضه تكون متوسطه، وعندي هنايا الماء. غادي نزيد واحد 8 غرام ديال السكر فاني على صفر بيضه، وغادي نزيد واحد 4 ديال المعالق ديال الماء. معلقه كبيره كنعمرها بالماء 4 ديال المرات. دابا نخلي لكم مقادير كامله في صندوق الوصف. صافي. وهنايا غادي نخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم على هاد الشكل هذا، الماء والبيض والسكر فاني. بهاد الطريقه هذه البيض دغيا كيسهل علينا هكا نخدموا به، وما كيجيوناش شي طريفات هكا في العجين صفرين. صافي. مباشره كنضيف البيض والماء والسكر فاني على الخليط ديال الدقيق والزبده والسكر، وغادي نبدا نجمع العجينه غير بهذا الشكل هذا، غير بالصبعان. هاد العجينه هذه ما كدلكش، كنجمعها غير بالاطراف ديال الاصابع حتى كيتجمع عندنا العجين وكيولي عندنا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. راه ما عجنتو ما دلكتو ما والو. صافي هكا جمعت العجينه على هذا الشكل كتكون. هنايا مباشره غادي ناخذ بلاستيك غذائي وغادي نجمع فيه هذا العجين هذا. انا هذا العجين راني صايبته فاش كان الحال باقي بارد. هنا انا غادي نجمعو، غادي نديرو في الثلاجه غير واحد 10 ديال الدقائق. الا كان الحال سخون خليوه تقريبا واحد نص ساعه في الثلاجه. الفيديو عندي راه شويه قديم. نديرو في الثلاجه يرتاح. وهنايا مباشره العجين من بعد ما دوز واحد 10 دقائق في الثلاجه كما شفتوا تمسك واحد شويه. غادي نحيد ليه هذا الورق الغذائي. وهنا فوق سطح العمل عندي واحد البلاستيكه اللي حليتها وسرحتها على سطح العمل. ما ديروش الدقيق باش ما تقسحش لكم العجينه. عاود غطيت بالطرف الاخر ديال البلاستيك وجبت هكا واحد المدلوك، وغادي نبدا نحلف هذا العجين هذا حتى نحصل على المربع اللي بغيت على قد المول اللي عندي. انا هذا العجين هذا ما بغيتوش يجي غليظ بزاف لا طاقط، ما بغيتش العجينه تجي غالبه على العماره. غادي نرققها واحد شويه. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنحل العجين كامل على هذا الشكل هذا. صافي غادي نحيد هذا البلاستيك اللي كتكون على الوجه وغادي نخلي اللي كاينه لتحت. هنا عندي هذا المول هذا اللي فيه 31 في العرض ديالو. صافي غادي نهز هذا العجين على هذا الشكل وغادي نحاول نقلبه في هذا المول على هذا الشكل. وغادي نخلي ليه كما قلت لكم هذيك البلاستيكه اللي كانت لتحت باش هكا كنقدروا نهزوه بكل سهوله. مباشره غادي نبدا نبسطو هكا في هذا المول هذا باش ياخذ ليا العبار ديال المول ويجي مقاد على هذا الشكل. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنقاد العجين كامل.
الطريقه راه سهله بزاف، ما كتعذب ما حتى شي حاجه، وفي نفس الوقت العجين كيجي ملس ومقاد. صافي كنحيد هاد البلاستيك اللي كان على الوجه على هاد الشكل. مباشره كنجيب واحد الموس وكنحيد هاد الزوائد هادو. انا راه حيدتو هكا من الفوق، ومن بعد عاود نقسم العجين. تقدروا تقطعوا هكا العجين من المنتصف ديال المول باش ما يجيكمش الجوانب طالعين بزاف على العماره اللي غادي ديروا لداخل. هاد العجينه اللي حيدت غنحطها جانبا حتى نعاود نصايب فيها هكا نصايب فيها شي طارت صغيره ما نضيعوهاش. مباشره هنا كنجيب فرشيطه كنتقب هاد العجينه مزيان على هاد الشكل باش ملي نكونوا كنطيبوا فيها ما كتنفخش من الوسط وكتجي هكا كما كنقولوا حنايا كتجي مبوقله من الوسط باش كطيب لينا مزيان تبقى شاده الفورمه ديالها. هنا غادي ندخل المول للثلاجه على بيد ما نوجد الحشوه اللي غادي ندير في هاد الطارطه هادي. مباشره هنا غندوزو المقادير. عندي 150 غرام ديال اللوز اللي طحنته هكا بقشورو، اللوز خضر ما مقلي ما والو. عندي هنايا 4 البيضات متوسطين، وعندي 150 غرام ديال الزبده الخاصه بالاكل. عندي واحد الليمونه كامله. عندي 100 غرام ديال السكر والحلاوه نتوما تحكموا فيها، الا بغيتوها تجيكم حلوه اكثر كتذوقوا كتزيدوا الحلاوه. وعندي هنايا واحد 8 غرام ديال السكر فاني. هنا هاد المكونات غادي نخلطهم في الهاشوار. اول حاجه غادي نضيف الزبده كما قلت لكم، الزبده تكون خاصه بالاكل. غنزيد عليها السكر. دابا نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. غنزيد سكر فاني، زدت واحد القبيصه ديال الملح ديما باش كنقادو الذوق. صافي وغادي نخدم هاد المكونات مزيان هكا في الهاشوار. هاد الطريقه هذه كتسهل علينا الخدمه. طبعا الا عندكم هاشوار، الا ما عندكمش راه تقدروا تخدموا هكا غير بشي سباتيولا ولا بشي معلقه خشبيه. صافي كنبقى نخدم بهذه الطريقه حتى كنحصل على هذا القوام هذا ديال ديال الخليط ديال الزبده. كنضيف 4 البيضات كاملين وكنعاود نخدم هذه المكونات هكا مزيان مع بعضياتهم. هكا مره كنحلها شوار وكنهبط دوك الجوانب اللي ما كيهبطوش. من بعد ما طحنت هاد المكونات كاملين على هذا الشكل كما كتلاحظوا، هنا مباشره غادي نبدا نضيف اللوز. غنضيفو كامل وغادي نحك هكا القشره ديال الليمونه كامله. كناخذ غير هذيك القشره الفوقانيه اللي كتكون اللون ديالها ليموني. حاولوا ما تهبطوش للقشره اللي كتكون بيضه باش ما تعطيكمش المروره في لاطاق ديالكم. نستمر بهذه الطريقه هانتوما حتى حكيت الليمونه كامله على هذا الشكل. هذا المذاق ديال الليمون كيجي رائع بزاف مع اللوز وكيجي في هذا لاطاق واعر بزاف. هنا زدت معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض ولا الفورص، وزدت نص معلقه ديال الخميره الخاصه بالحلويات، يعني نص الساشي اللي فيها 8 غرام كنقسمو على جوج، خديت 4 غرام منها. كنعاود نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كنحصل على واحد الخليط اللي كيكون القوام ديالو كريمي على هاد الشكل هذا. مباشره خرجت هكا العجين من الثلاجه وغادي نكب فيه هذا الخليط هذا كامل. هنا الخليط راه غادي يزيد يتنفخ لانه فيه الخميره ديال الحلوى، فيه 4 غرام ديال الخميره. من بعد ما قديته على هذا الشكل غادي نزيد عليه من الفوق اللوز ايفيلي. كنزين بها هكا من الفوق كيعطي واحد المنظر زوين بزاف لهاد لاطاخط هادي، وواحد القرمشه من الفوق. جربوا هاد لاطاخط بهاد الطريقه اللي شاركتها معكم. صافي هنا غادي ندخلها الفران. انا عندي فران غازي غنشعل عليه لتحت وغنقص عليها ونخليها طيب على خاطرها، ومن بعد عاد نشعل عليها من الفوق باش تحمر وتاخذ لينا هاد اللوين هذا كيف ما كتشوفوا. من بعد ما خرجتها من الفران حيدتها من المول، درت هكا في واحد الطبيصيل. تبارك الله كتجي معلكه من الداخل كما قلت لكم ومقرمشه من برا. هنا عندي هاد الدائره هذه حطيتها هكا في الوسط. تقدروا تحطوا هكا شي طبسيل يكون دائري، وغادي نزين بالسكر كلاصي او سكر ثقيل. غادي ندورو كامله هكا في الجوانب كيعطي واحد المنظر جيد رائع لهاد لاطاخت هذه. كتجي رائعه ولذيذه ما تشبعوش منها. اللي وصل حتى لهنا ما ينساليش من واحد البصيمه. الله يجازيكم بخير. الى عجبو الفيديو مرحبا بكم في القناه.
كيف ما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديال لاطاغ ديال اللوز اللي كتجي جد رائعه، سهله في التحضير، كتجي لذيذه اللي تقدروا تفرحوا بها هكا عائلتكم ولا تقدموها هكا لضيوفكم. كتجي معلكه من الداخل مقرمشه من على برا. انا متاكده الا جربتوها غادي تنال اعجابكم. وكيف ما عوضتكم ديما قطعت معكم مورسو باش نوريكم كيفاش جات من الداخل. تبارك الله كتجي معلكه من الداخل وكتجي مقرمشه من على برا. جربوها غادي تنال اعجابكم. صافي حتى لهنايا كينتهي الفيديو ديالي. كنتمنى ينال اعجابكم. اللي وصل معايا حتى لهنا ما ينسانيش نزل الاعجاب باش الفيديوهات تقترحوا اكثر. فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم بزاف على المتابعه. مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد باذن الله.